في حاجة بسيطة جدا، لو فضلت تعملها مهما اشتغلت مهما تعبت عمرك ما هتحس إنك بتتقدم. ولو بطلتها حياتك بعد سنة مش هتبقى شبه حياتك دلوقتي خالص. الحاجة دي مش ضعف، مش كسل، بالعكس، ناس كتير شايفة إنها تصرف عقلاني جدا، بس محدش قال لهم إن العقل أحياناً بيستخدم المنطق علشان يبرر الخوف. خليني أسألك سؤال صريح، كام فكرة جاتلك وقلت فكرة حلوة بس مش دلوقتي؟ كام مرة حسيت إنك ممكن تعمل حاجة بس أجلتها؟ المشكلة مش في إنك مش قادر، المشكلة إنك مستني تحس إنك جاهز، والاستعداد عمره ما بيجي لوحده. في نوع تأجيل خطير جدا اسمه التأجيل المقنع. تأجيل شكله عقل، شكله حكمة، بس حقيقته خوف متغطي كويس. تقول لما أتعلم أكتر، لما الظروف تتحسن، لما يبقى عندي وقت. وكل مرة بتقول كده اليوم بيعدي والعمر بيعدي وانت لسه مكانك. خليني أكون صريح معاك، لو فضلت مستني تحس بالأمان قبل ما تبدأ عمرك ما هتبدأ. مفيش حد بدأ وهو واثق 100%. كل الناس اللي نجحت كانت خايفة، متلخبطة، وبتغلط. بس الفرق إنهم اتحركوا. انت مش متأخر، انت واقف. وفي فرق كبير بين الاتنين. اتنين نفس العمر، نفس الظروف، واحد قال مش مستعد والتاني قال هغلط واتعلم. بعد سنين واحد عنده خبرة والتاني عنده أعذار. العقل بيحب الراحة، بيحب الأمان، بس أي حاجة عظيمة بتيجي من منطقة ما فيهاش أمان. الحل مش إنك تغير حياتك مرة واحدة، الحل إنك تبطل الهروب وتاخد خطوة صغيرة كل يوم. مش عايز منك مشروع، عايز منك 10 دقايق. 10 دقايق كل يوم، من غير تفكير، من غير استعداد. النجاح مش بيبدأ لما تحس إنك جاهز، النجاح بيبدأ لما تبطل تستنى. يمكن أكتر حاجة توجع مش الفشل، يمكن إنك توصل لآخر عمرك وإنت عارف إنك كنت تقدر بس ما بدأتش. لو بطلت التأجيل هتكتشف إنك أقوى مما كنت فاكر. والخطوة اللي خايف منها دلوقتي هي نفسها اللي هتفتكرها يوم ما تقول الحمد لله إني بدأت. لو الكلام ده لمس حاجة جواك اشترك في القناة.